هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 22 من يوليو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، وفيها وبمناسبة العام الثاني على توقيع اتفاق السلام بين أسمرا وأديس أبابا، يقدم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ سليمان صديق القاضي بالمحكمة العليا في أسمرا سابقا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مظاهرة ضد سياسات الحكومة الإريترية التي تسبب الضائقة المعيشية. فيليبوس والد يوهنس يسلم رسالة من الرئيس السياسي لعبد الفتاح البرهان. البرلمان المصري يوافق على التدخل العسكري لجيش بلاده في ليبيا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرانا. هذه إذاعة إرنا. تظاهر في مدينة جنيف في 17 من الشهر الجاري العشرات من الإريتريين ضد سياسات الحكومة الإريترية الخاصة بمكافحة وباء كورونا، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بمواقف سياسات الحكومة التي أوصلت الشعب الإريتري خاصة في المناطق الساحلية للبحر الأحمر إلى حافة المجاعة. وكانت منظمة حقوق الإنسان لمنطقة البحر الأحمر قد نظمت التظاهر وقوفا إلى جانب المتضررين من سياسات الحكومة الصحية خاصة في إقليم جنوب البحر الأحمر. وكانت الحكومة الإريترية قد حدت من حركة المواطنين منذ شهر فبراير الماضي، ومنعت الصيادين من صيد السمك أو بيعه في الأسواق، كما قامت بمصادرة بضائع وسلع تموينية قادمة من بلدان الجوار. وقد أدت هذه الإجراءات المتشددة في ظل غياب الدعم الحكومي للسكان في إحداث ضائقة اقتصادية كبيرة في البلاد. الجدير بالذكر بأن المواطنين الإريتريين خاصة في المملكة العربية السعودية أجبروا على دفع تبرعات للسفارة والقنصلية وصلت إلى 17 مليون دولار، ولم يصل السكان منها أي شيء حتى الآن. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن قائد هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية الفريق أول فيليبوس والد يوهنس سلم رسالة خطية من الرئيس السياسي أفورقي لنظيره السوداني عبد الفتاح البرهان. وقالت في الخبر: تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رسالة خطية من الرئيس الإريتري السياسي أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها. وقد تسلم رئيس مجلس السيادة الرسالة في مقر إقامته من رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريتري الفريق أول فيليبوس والد يوهنس، الذي زار البلاد على رأس وفد رفيع المستوى، ذلك بحضور المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم، إلى جانب سفير أسمرا في الخرطوم. وجه البرهان قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لاغتنام الفرصة المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين، كما قالت الوكالة. الجدير بالذكر بأن زيارات اللواء فيليبوس كانت دوما تتسم بالسرية، وكذلك زيارات العميد أبراها كاسا الذي رافقه في الزيارة، وهذه من المرات النادرة التي يعلن فيها عن زيارات رسمية للمسؤولين الأمنيين الإريتريين إلى دول الجوار. ويربط مراقبون بين الزيارة وبين التوترات على الحدود الإريترية الإثيوبية. أعلن البرلمان المصري دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري في أي خطوة تجاه تأمين مصالح مصر في ليبيا، مما يعني إعطاء الموافقة التشريعية لتدخل الجيش المصري في ليبيا. من جهة أخرى أعلن الأزهر كذلك دعم الخطوات الداعية إلى تأمين مصالح مصر الحيوية.
وكان عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد دعا مصر للتدخل لحماية الشعب الليبي ومصالحه. وكان الرئيس المصري قد التقى في الأسبوع الماضي وفدا من زعماء القبائل الليبية التي دعت مصر للتدخل العسكري في ليبيا. وصرح الرئيس المصري بأن بلاده لن تتدخل في ليبيا إلا بطلب الشعب الليبي وتخرج منها بطلب منه كذلك. وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ليشرح له الخطوات التي اتخذت في مصر مؤخرا والتي سوف تؤدي إلى تدخل الجيش المصري إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر، حيث صرحت مصر بأنها لن تسمح للميليشيات والمجموعات الإرهابية العمل قرب حدودها، وأنها لن تسمح بتقسيم ليبيا إلى قسمين، كما أنها لن تسمح بوجود قواعد أجنبية في ليبيا. بهذا الخبر من القاهرة نكون وإياكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مظاهرة ضد سياسات الحكومة الإريترية التي تسبب الضائقة المعيشية في البلاد. فيليبوس والدي يوهانس يسلم رسالة من الرئيس سياس أفورقي إلى الفريق عبد الفتاح البرهان. البرلمان المصري يوافق على التدخل العسكري لجيش بلاده في ليبيا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج متابعات. نتابع في حلقة اليوم والحلقة القادمة بإذن الله، وبمناسبة مرور سنتين على الاتفاقية التي وقعت بين أسمرة وأديس أبابا، بمناسبة مرور عامين ارتأينا أن نلتقي بالناشطين الحقوقيين والمتابعين للشأن الإريتري. والآن نتحدث إلى أستاذنا العزيز الناشط الحقوقي سليمان صديق من مقر إقامته في النمسا، ليتحدث لنا في محاور محددة عن اتفاقية أسمرة أديس. أنا أتحفظ عن اتفاقية السلام. أعزائي المستمعين، خلينا نقول اتفاقية أسمرة أديس حتى ما تأتي بالسلام المنشود، وهذه قراءة خاصة. مولانا سليمان صديق، مرحب بك ومشتاقين كثير. مرحب بك أخي أحمد شريف، وشكرا على الاستضافة، وأحييك وأحيي عبرك كل القائمين على إذاعة إرينا الدولية. مرحب بك سليمان. طبعا أعزائي المستمعين، هو غني عن التعريف، يعرف الوسط الإريتري، كاتب وناشط وقانوني. ويعني أنا دائما لما أذكر أخونا سليمان صديق أتذكر صور من الحياة، وصور الحياة طبعا ما عادت تلك الصور التي كنا نشهد ألوانها في أسمرة، حيث كتاباته في عمود في صحيفة إريتريا الحديثة. أستاذ سليمان، أنا دائما لما نلتقي بك أحب أرجع للتاريخ، فكيف ترى الحياة وصورها عندك في هذه الأيام في بلاد الغربة أستاذ سليمان؟ والله لا زالت الصور يعني غير واضحة طبعا، في شتات وفي يعني الغربة، وما عادت الصور القديمة والجميلة والوردية طبعا. فانشغل كل منا في اتجاه، والحياة بقت أكثر تعقيدا وأكثر سرعة وأكثر إيقاعا. جميل جدا، ولكن لا زالت هناك صور في الحياة. جميل. أكيد أكيد أكيد. ما دمنا في الحياة هناك صور. نعم، والصور لها ألوان. أكيد. واحدة من ألوان الصور دي، واحدة من ألوان الصور اللي دايرين نقيف عليها هي هذه الاتفاقية المزعومة إلى السلام. طيب. وفي المحور الأول خلينا نتحدث، لو استرجعنا مثلا مولانا سليمان الواقع الإريتري اللي في بداية
لما كانوا يوقعوا الاتفاقية يعني في 2018. الواقع طبعا ما نقدر نقول هو لم يتغير وبتاع، كل حاجات ثابته وبتاع، لكن ماشيين نحو الأسوأ. فقراءتك شنو للواقع ساعتها لما بدوا يوقعوا الاتفاقية بين العاصمتين؟ طبعا لا شك أن الوضع الإريتري والواقع الإريتري منذ نشوب الحرب بين البلدين ويمكن قبلها منذ عسكرة المجتمع طبعا سنة 1994 طبعا، مما أسسوا ما يسمى بمعسكر ساوى. النظام الإريتري دشن يعني الخدمة الوطنية، وكان الهدف خلق أجواء حرب. نعم. الحرب مع السودان، وإن كانت أول الأجواء حكومة البشير في الخرطوم، ثم بعدين دخل من جديد في حرب خاسرة مع اليمن حول جزر حنيش وزغر، وما طولت الحكاية والحرب انتهت بانتصار الجزر، عادت لليمن. وبعد كده برضو دخل من جديد في حرب مع إثيوبيا، وكانت تلك أشرس الحروب في المنطقة، وأدت إلى موت حوالي 100,000 جندي من الجانبين، وكلفت آلاف الجرحى والمصابين، كما كلفت الاقتصاد الإريتري والإثيوبي الكثير، بالإضافة إلى النازحين من السكان في ضفتي الحدود. وبالتالي كان الشعب يتوق إلى السلام أكثر من أي وقت مضى بعد كل هذه المعاناة، وكان يسبو طبعا إلى الاستقرار الذي طال أمده. ولعل فرحة شعبنا بالسلام عكستها تلك الحشود الضخمة التي اصطفت في شوارع أسمرة في استقبال تاريخي لرئيس الوزراء الإثيوبي يوم 8/7/2018. لكن للأسف الأمور لم تجري كما تشتهي السفن، والفرحة للأسف ما تمت. طيب جميل. في نفس الوقت دايرين نشوف الصورة في إثيوبيا كانت كيف، يعني إذا كان يعني الصورة كما ذكرتها في إريتريا كانت على هذا الشكل، في إثيوبيا مقارنة بها. أولا ندينا قراءتك للواقع الإثيوبي كان كيف، وبعدين دايرين نعمل وجه مقارنة المفهوم السياسي والمفهوم الشعبي. طبعا الوضع في إثيوبيا كان أفضل حالا ومختلف من الوضع، لأنه ما في إريتريا هي السكان، جيش البلد هم السكان، وسكان البلد هم الجيش. لكن في إثيوبيا الأمر مختلف، أفضل حالا من حيث الوضع السياسي. وبعدين قبل الاتفاقية إن النظام الشعب الإثيوبي صار ضد النظام الحاكم يومئذ، أو هو الجبهة الثورية لشعوب إثيوبيا المعروف اختصارا بأهاديج، وتمكن من إسقاط الحكومة وجاء بتغيير في سدة السلطة، يعني حيث تولى مغاليد الحكم في سالين. فبالتالي هو كان في نشوة فرح وتفاؤل، وكان هذا الاتفاق أيضا كانت زخم ودفع جديد لهذا التغيير اللي حصل في إثيوبيا. وأما الوضع في إريتريا كما أسلفت أنه كان دائما يسير من سيء إلى أسوأ، فالمقارنة كانت دائما لصالح الوضع في إثيوبيا الذي كان مليئا بالتفاؤل والأمل في إرساء نظام حكم ديمقراطي جديد. وبيحمد بالفعل طبعا، زي أول ما استلم السلطة شفنا كيف أنه أفرج عن السجناء السياسيين، وأرسى أجواء من التفاهم مع المعارضة، يعني نادى كل المعارضين للعودة إلى البلاد ولبناء إثيوبيا الجديدة الخالية من القمع والاضطهاد السياسي أو والتكميم الأفواه. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، والمتحدث إليكم هو حبيبنا وعزيزنا الأستاذ
الناشط الحقوقي سليمان صديق يتحدث إلينا من النمسا حول الذكرى الثانية لعملية السلام بين أسمرة وأديس في قراءة قانونية أو قراءة حقوقية. حبيبنا العزيز سليمان، طبعا ليس هنالك منتصر في الحروب، خاصة إذا ما نظرنا إليها بما يدفعه الشعب هنا وهناك من فاتورة الحرب. ولذلك الفرحة كانت في البلدين وفي الشعبين. في نفس الوقت برضو كان الشكل من أشكال التحفظات بين الشعبين برضو هنا وهناك من بنود الاتفاقية وما إلى ذلك. قراءة شخصية أنت حبيبنا سليمان، تفتكر أي الأفراح كانت صادقة وحقيقية على مستوى الشعبين مثلا؟ قراءة شخصية يعني فرحة الشعب في أسمرة، ويعني طبعا البلد كلها كمان قامت طلعت مظاهرات، طلعوها ولا طلعت يعني ترحيب وكده، وفي نفس الوقت في أديس. قراءة شخصية، أي الأفراح كانت أقرب إلى الواقع؟ كما ذكرت يعني إنه فرحة الشعب الريتي كانت فرحة لا تداهيها فرحة، يعني لأنه كان الشعب كله في الدفاعات، الشباب كلهم في الدفاعات، والوضع في البلاد يعني وضع حالة طوارئ مستمر. بالتالي إنه كان في اعتقاد لدى الشعب الريتي وخاصة الشباب إنه توقيع الاتفاق سيخلق أجواء من السلام الحقيقي، ويعني والنظام لن يجد حجة من أجل أن يجند الناس وأن يشن حروب بلا معنى وبلا أفق زمني محدد. هذه كانت الفرحة. لكن بالنسبة للشعب الإثيوبي أيضا كان فرحان، لأنه في اعتقاد أنه ليس مجرد سلام فقط، بل أيضا لأن في اعتقاد أنه البلاد هتكون واحدة، خصوصا أنه أبي أحمد كان طرح مشروع في الداخل اللي هو مشروع المدمرة أو التجمع أو الوحدة. وبالتالي كمان إنه النظام الإريتري أعطى بعد الانطباع بأنه أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام الحالي في إثيوبيا، إنه قال إحنا شعب واحد ونحن ما فيش دولتين، دولة واحدة، وينوب عنا في كل شيء. وكلت أبي أحمد أن ينوب ونلعب دور باسم الحكومة الإريترية. طبعا هو كان القصد من هذه التصريحات هو قصد سياسي استهلاكي، لأنه كان داير يضرب في جناح خاص في داخل إثيوبيا، لأنه داير يصور الناس التجراي تحديدا، إنه داير يصوروا هم أسباب الخلاف وهم أسباب المشاكل. وبالتالي فهو ما عنده أي خلاف مع الإثيوبيين عامة، ولا حتى مع اتفاق سياسي من نوع ما يعني. جميل. طيب الفرحتين كانت في لدى الشعبين، ما في شك، وليس هنالك ترمومتر معين عشان نقول الفرحة كانت أكبر هنا، ولكن الشعوب لأنه بتدفع فواتير من أبنائها ومن بنيها ومن اقتصادها وحياتها، فرحبت بالعملية بتاعت السلام. طيب مولانا سليمان، لما نرجع ونشوفها على مستوى هذه الأفراح اللي كانت هنا وهناك، قبل ما نخش على النظامين استفادوا من العملية كيف؟ ماذا ربح الشعبان في إريتريا وإثيوبيا من الاتفاقية بين أديس وأسمرة عمليا يعني؟ أوكي. بالنسبة فعلا كان الاتفاقية كانت الاتفاقية انفراج في علاقات البلدين، وبالتأكيد الشعب الإريتري والشعب الإثيوبي استفاد على الأقل في بداية توقيع المعاهدة.
الشعبين تمكنوا من تبادل الزيارات بين البلدين، والشباب الإريتري بالذات أيضا استفاد لأنه فر من البلاد إلى إثيوبيا بصورة مهولة. كان أيضا هناك حركة تجارية في بداية الأمر، والاتصالات بين البلدين وعودة الطيران بين العاصمتين، وبالإضافة أنه وجود سفارتين أيضا سهل عملية التأشيرة للناس اللي عايزين يسافروا بطريقة رسمية من البلدين. لكن الآن أنت عارف الوضع متغير، لأنه المعابر الحدودية مغلقة ولا توجد أي حركة تجارة ولا أنشطة ثقافية ولا اجتماعية بين البلدين، كلها مجمدة إلى إشعار آخر. لكن الشعبين استفادوا بالتأكيد من هذه الاتفاقية في بداية الأمر. جميل. نجي للنظامين أسمرة وأديس. برأيك من كان المستفيد الأكبر؟ بالنسبة للاستفادة، أولا وعد دولة الإمارات العربية المتحدة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية أن تضخ في اقتصادها حوالي 3 مليار دولار، وده كان يعني انعاش للاقتصاد الإثيوبي. أيضا أبي أحمد استفاد ونال جائزة نوبل للسلام، تقديرا كما ذكر البيان بتاعت الجائزة أنه لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا مبادرته الحاسمة كما ذكر التي كان أدت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا. بالنسبة للرئيس الإريتري أو إسياس أفورقي، استفاد من المعاهدة. أولا بالنسبة له كان الاستفادة الكبيرة هو الإحساس بالانتصار على طرف في داخل إثيوبيا، أو هم الويان اللي كان تناصبه العداء، فهو كان هذا الإحساس أهم حتى من كافة بنود الاتفاق في تقديري بالنسبة له، وكان فرحان شديد بهذا. دي النقطة الثانية، أخرجت هذه الاتفاقية أفورقي من مثلث عزلته المزمنة اللي هي عدها له باسع وقرصت، يعني طلع من هذا الشيء وفتحت أمامه زيارة من هذا الثالوث يعني إلى خارج البلاد. بقى يزور أديس أبابا وأوس، أيوة الثالوث اللعين ده طلع منه أمامه الزيارات إلى خارج البلاد، مشى زار أديس أبابا وأواسا وبحردار وكذا. استفادوا بعد ما قام رئيس الوزراء الإثيوبي وأن يمثل إريتريا، ففعلا خارجيا وذكر من تقارب إريتريا والصومال وجيبوتي، ودي كانت عقبة في رفع العقوبات الدولية، فحاول وبذل وقرب المسافات بين ثلاثة جهات. وبالفعل مجلس الأمن يعني رفع العقوبات عن النظام الإريتري بتاريخ 14/11/2018 بالإجماع. والقرار كما تذكر أخي أحمد أنه كان يشمل رفع حظر الأسلحة والسفر، وكمان أنهى تجميد الأصول الإريترية، وذلك لتوصل البلدين إريتريا وإثيوبيا إلى سلام وتحسن علاقات إريتريا مع دول الجوار وخاصة مع جيبوتي والصومال. واستفاد أيضا النظامين بصورة مشتركة، حيث يعني منح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد في القمة الثلاثية التي انعقدت في أبو ظبي بتاريخ 24/7 وسام زايد، وقد غلد الوسام الزعيمين في حفل استقبال رسمي ولي عهد مع الإمارات، والذي أشاد بالزعيمين طبعا لإنجازهم اتفاقية السلام. أيضا المملكة العربية السعودية منح العائل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 16 سبتمبر 2018 أيضا للزعيمين وسام. بعد هم وقعوا أيضا زي ما عارف أنت اتفاق في التاريخ ده بتاريخ 16 سبتمبر، وقعوا اتفاق جدة، هو نفس الاتفاق اللي وقعوه في أسمرة بس من جديد، وشارك فيه طبعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سوري. فوداهم اللي هو وسام عبد العزيز من الدرجة الأولى لجهودهما في تحقيق السلام. إذن
والجميع استفاد من هذه الاتفاقيات. طيب دي اتفاقية الأوسمة يعني نقدر نقول عليها، وليست اتفاقية سلام. أيوة، لأنه هم أوسمة. الأوسمة كان ضرورية لسبب بسيط. هم ده كانوا عايزين يؤكدوا إنه دولة الإمارات والسعودية بتؤكد إن دورها في تقريب البلدين وفي توقيعهما لهذا الاتفاق. وده ما ذكره طبعا ولي العهد الإماراتي، إنه قال بذلنا جهود مضنية في سبيل يوقعوا هذين الدولتين إلى أو أن يتوصلا إلى اتفاق سلام. جميل. نعم. قال نحن والسعودية بذلنا جهدنا. فبالتالي هذه كانت هذه الأوسمة كانت أيضا أوسمة ليست للزعماء فقط، بل للدول اللي قامت بهذا الجهد الكبير. جميل. توصل إلى اتفاق كان يبدو يعني بعيد المنال. واللافت للنظر مولانا سليمان صديق أنه الاتفاقية دي كان عندها سمايات كثيرة، يعني إذا صحت العبارة. سماية واحدة حقة في أسمرة، والسماية الثانية في أديس، والسماية في جدة، والسماية في الإمارات. إلى ماذا تعزو ذلك السمايات الكثيرة بتاعت اتفاقية واحدة؟ وهل هنالك في التاريخ يعني باعتبارك رجل قانوني، هل هنالك اتفاقية عملوا لها سماية في أكثر من حتة؟ والله هي اتخذت يعني مسميات مختلفة طبعا. أيوة. في أسمرة كان قالوا إنه وقعوا، عشان كده قلنا سمايات. أيوة. نعم. سموها في أسمرة بيان مشترك للسلام والصداقة. وفي أبو ظبي سميت بالقمة الثلاثية الإريترية الإماراتية الإثيوبية. وفي جدة سميت اتفاقية جدة. جدة. فأنا أفتكر هي اتفاقية جدة كانت أكثر رسمية مما وقعه الطرفان بأسمرة، باعتبار أنه حضر فيها أمين العام كشاهد، وابدأ فيها أيضا فرحته بتوقيع البلدين للاتفاق. فهذه كانت بمثابة أنه تأكيد لدور السعودية والإمارات في التوصل البلدين إلى هذا الاتفاق. فهم كانوا عايزين يوروا إنه قاعد يلعبوا دور مهم في المنطقة، وهم قدروا إنه يأثروا على البلدين بعد 20 سنة، إنه قدروا يخلون يوقعوا اتفاق سلام. نعم. وفي الجزئية الأخيرة، هل هنالك اتفاقية يعني شهدت مثل هذه التوقيعات في أكثر من مكان بمسميات مختلفة حسب قراءاتك؟ والله أنا أعرف اتفاق واحد، ما قابلني اتفاق يعني يتم توقيعه أكثر من مرة، إلا إذا كان الاتفاق لم ينفذ كما هو الحال. طبعا البلدين إريتريا وإثيوبيا في الجزائر وقعوا عام 2002 زي ما أنت تذكر لإنهاء الحرب في أبريل. لكن ما نفذوا هذا، مع أنه مجلس الأمن كان قال يتدخل بموجب الفصل السابع لكل من يخرق لأي طرف يخرق هذا الاتفاق. أيوة. فهو الاتفاق ده لم يتم، رغم أنه كان حضر فيه الأمين العام الأسبق ووزيرة الخارجية الأمريكية ورئيس الجزائري والنيجيري وغيرهم، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ. وهذا افتكر أنه الاتفاق الأخير هذا اتفاقية الصداقة والسلام وقع قبل عامين، هو استمرار للاتفاق الأول الذي وقع عام 2002 تقريبا، لأنه ذاك ما نفذ منه إلا الجانب الفني والجانب الإنساني. الجانب الفني اللي هو تشكيل لجنة ترسيم الحدود، وأصدرت هي قرارها الملزم، وما أثيوبيا ما التزمت فيه. وكان اتفاق ملزم ونهائي طبعا زي ما ذكرت فعلا. وهذا ويمكن العبارة دي هي اللي اختفت في الاتفاق الأخير ده، ليس نهائي ولا ملزم، كأنه استفادوا من نهائي وملزم دي ما يعيدوها تاني. مولانا العزيز الناشط الحقوقي الأستاذ سليمان صديق، أنا أشكرك باسم كل المستمعين في إذاعة إيرينا الدولية لحديثك في الذكرى الثانية لعملية الاتفاق بين أسمرة وأديس، وسنلتقيك في الحلقة القادمة لنكمل
محاور أساسية في الاتفاقية التي نحن بصدد الحديث عنها مع حضرتك. هل لديك كلمة أخيرة مولانا؟ شكرا جزيلا. ما عندي كلمة، لكن نأمل أن الاتفاق ينفذ ولا يكون كما كان في السابق، إنه اتفاق يعني يؤدي إلى نزاعات وإلى خلافات ممتدة ومستمرة. شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف برفقة مولانا الأستاذ سليمان صديق من مقر إقامته في النمسا. كما أرجو أن تتفضلوا بقبول التحايا الزميلين فتح عثمان وبنيام سيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مظاهرة ضد سياسات الحكومة الإريترية التي تتسبب في الضائقة المعيشية. تظاهر في مدينة جنيف وأمام مقر الأمم المتحدة في 17 من الشهر الجاري العشرات من الإريتريين ضد سياسات الحكومة الإريترية الخاصة بمكافحة وباء كورونا، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بمواقف سياسات الحكومة التي أوصلت الشعب الإريتري خاصة في المناطق الساحلية للبحر الأحمر إلى حافة المجاعة. الجدير بالذكر بأن المواطنين الإريتريين خاصة في المملكة العربية السعودية يجبروا على دفع تبرعات للسفارة والقنصلية الإريترية وصلت إلى 17 مليون دولار، ولم يصل السكان منها أي شيء حتى الآن. فيليبوس والدي يوهانس يسلم رسالة من الرئيس سياس أفورقي إلى الفريق عبد الفتاح البرهان. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن قائد هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية الفريق أول فيليبوس والدي يوهانس سلم رسالة خطية من الرئيس سياس أفورقي لنظيره السوداني عبد الفتاح البرهان. الجدير بالذكر بأن زيارات اللواء فيليبوس كانت دوما تتسم بالسرية، وكذلك زيارات العميد أبراها كاسا الذي رافقه في زيارة، وهذه من المرات النادرة التي يعلن فيها عن زيارات رسمية للمسؤولين الأمنيين الإريتريين، ويربط مراقبون بين الزيارة وبين التوترات على الحدود الإريترية السودانية. البرلمان المصري وافق على التدخل العسكري لجيش بلاده في ليبيا. أعلن البرلمان المصري دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري في أي خطوة تجاه تأمين مصالح مصر في ليبيا، مما يعني إعطاء الموافقة التشريعية لتدخل الجيش المصري في ليبيا. من جهة أخرى أعلن الأزهر كذلك دعم الخطوات الداعية إلى تأمين مصالح مصر الحيوية. وكان عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي قد دعا مصر للتدخل لحماية الشعب الليبي ومصالحه. وكان الرئيس المصري قد التقى في الأسبوع الماضي وفدا من زعماء القبائل الليبية التي دعت مصر للتدخل فيها، وصرح الرئيس المصري بأن بلاده لن تتدخل في ليبيا إلا بطلب الشعب الليبي وتخرج منها بطلب منه كذلك. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.